سؤال بيتكرر معايا دايما: نهى، ايه افضل فاونديشن في فئة سعرية متوسطة ل 2025؟ او ايه الفاونديشنز اللي نقدر نكمل بيها في 2025 وكمان نشتغل بيها وكمان تصمد معايا؟ تعالي اوريكي 5 انواع فاونديشن حلوين جدا لسنة 2025. اول فاونديشن معايا هيكون الفاونديشن ده من عند شيجلام، اللي اتشهر جدا 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 بالغطاء الاسود. الفاونديشن البرو من عند شيجلام من احلى انواع الفاونديشن اللي تقدري تستخدميها في فترة الصيف. الفاونديشن ده حلو جدا للبشرات المختلطة وكمان البشرات الدهنية، ثباته عالي جدا، كمان حلو جدا في الشغل وكمان درجاته حلوه قوي. وتاني فاونديشن بهرني، الفاونديشن ده من براشيا بايسوما، الفاونديشن الدروب، حلو جدا، ثباته حلو جدا، حلو جدا جدا جدا. البشرات الدهنيه والمختلطه وكمان البشرات العاديه ثباته حلوه جدا وكمان مميز قوي في الشغل وبيديكي فينش تحفه. تالت فاونديشن معايا الفاونديشن ده من ال اي جيرل، المكتوب عليه برو كفرج، وده الفاونديشن خاص بالبشره الجافه يا بنات، مش البشره الدهنيه. ممتاز مع البشرات العاديه وكمان البشرات الجافه، بيديها فينش جلوي حلو جدا على البشره، ثباته حلو قوي وكمان ينفع تشتغلي بيه. رابع فاونديشن معايا وهو الفاونديشن ده من جوسي بيوتي، اسمه مادموزيل، من احلى انواع الفاونديشنز اللي ممكن تشتغلي بيها، ثباته عالي جدا، حلو جدا ومهدور حقه او مستخبي شويه. هو الفاونديشن ده من عند جوسي بيوتي اسمه مادموزيل. الفاونديشن ده ثباته حلو جدا، بيناسب البشرات العاديه وكمان المختلطه وكمان الدهنيه، وحلو جدا في الشغل، وبلس بقى ان هو ثباته عالي جدا. اخر فاونديشن جيت احسن فيه الجدال معاكم، الفاونديشن بتاع جوسي بيوتي اللي اتشهر بالفاونديشن المقلبس، ناس بتوافق عليه وناس بتعترض عليه. هي الفكره كلها ان احنا معرفناش نشخصه صح. الفاونديشن ده ممتاز للبشرات العاديه والجافه يا بنات، بيكون حلو جدا معاها لان هو فيه نسبه زيوت عاليه، فبيدي البشره ترطيب زياده، فمش هيكون مستحب خالص مع البشرات الدهنيه ولا البشرات الاكسترا دهنيه. غير كده مع البشرات الجافه ومع البشرات العاديه كمان بيكون حلو جدا، وبرده بيديكي فينش ناعم وحلو قوي. وبكده اكون قلت لك 5 انواع فاونديشن حلوين جدا، ثباتهم حلو جدا. لو انت مبتدئه تقدري كمان تشتغلي بيهم، جربيهم وادعيلي.